طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. مين الأساسيات؟ يعني أهم كلمتين في أي لغة في الدنيا اللي من غيرهم أي حوار بيبوظ أصلا، اللي هم أيوة ولا. ياه، الكلمة دي اعتبروها المفتاح اللي بيفتح أي باب للموافقة في أي حوار. يا معناها ببساطة خديدة نعم أو أيوة. يعني دي الطريقة الأساسية المباشرة اللي بنستخدمها عشان نوافق على أي حاجة أو نأكد أي معلومة. سهلة خالص صح؟ تمام. نيجي بقى لكلمة لأ. هنا الألمان عندهم طريقتين. في ناين، ودي الكلمة الرسمية اللي تنفع في أي موقف. بس في الكلام اليومي بقى وخصوصا بين الصحاب هتسمعوا كتير قوي كلمة تانية ني. ممكن نعتبرها كده النسخة العامية السريعة والدرجة أكتر. وخلونا نشوف مثال يوضح الفكرة أكتر. لو حد قال ني بالتانيشت، دي معناها لأ من فضلك بلاش. هنا بنشوف ازاي ني بتيجي في سياق طبيعي خالص، سياق مش رسمي. تمام قوي. كده عرفنا نقول أيوة ولا. طب إيه الخطوة اللي بعد كده؟ أكيد طبعا الكلمات اللي بتدي طعم للحوار اللي بتخليه محترم ولطيف، اللي هي كلمات الذوق والأدب. الكلمة دي بقى اعتبروها الكنز الحقيقي في اللغة الألمانية. بجد لو في كلمة واحدة بس لازم نطلع بيها النهاردة لازم تكون هي دي، بت. اللي بيميز كلمة بيتا دي إنها متعددة الاستخدامات بشكل خرافي. يعني ممكن تيجي بمعنى من فضلك، وممكن تكون هي الرد على الشكر، يعني بمعنى عفوا. وممكن حتى نستخدمها لو مسمعناش حاجة كويس، كلمة عملية جدا، يعني زي ما بيقولوا كده جوكر، وهتنقذنا في مواقف كتير قوي. طيب نيجي للاعتذار. هنا في فرق مهم قوي لازم نعرفه. عندنا انشوليجونج، دي زي عفوا أو معلش الخفيفة بتاعتنا، يعني لو بنعدي من جنب حد أو خبطنا في حد بالغلط. لكن بقى استوت مير لايد دي أعمق بكتير. دي اللي بتتقال لما نكون فعلا حاسين بالأسف أو الندم على حاجة أكبر. طيب ولو حد هو اللي اعتذر لنا، في رد بسيط وعملي جدا، كاين بروبلم، اللي هي بالظبط زي ما بنقول مفيش مشكلة أو ولا يهمك. كلمة ودودة جدا ومستخدمة طول الوقت. كده تمام. بدأنا بذوق وعرفنا الأساسيات. إزاي بقى نخلي الحوار يكمل وما يقطعش؟ يلا بينا نشوف شوية جمل للتحية والإطمئنان عشان نضمن إن الكلام يفضل ماشي. دي تحية غير رسمية خالص، بتتقال بين الصحاب القريبين قوي. تخيلوا كده إنها زي ما تقول لحد إيه الدنيا في كلمة واحدة بس. لو سمعتوها اعرفوا إن اللي بيكلمكم ده بيعتبركم من الشلة. وهنا في سؤال تاني مهم جدا عشان نطمن إن كل حاجة ماشية تمام في الحوار. Alles klar. السؤال ده ليه استخدامين مهمين قوي. ممكن نسأله بمعنى كله تمام عشان نطمن على الشخص اللي بنكلمه، وممكن كمان نستخدمه في نص الكلام بمعنى فاهمين أو الدنيا واضحة. سؤال عملي لأبعد الحدود. طيب بيحصل كتير قوي إن اللي بنكلمه يقول حاجة بسرعة أو صوته واطي فمنسمعش كويس. هنعمل إيه وقتها؟ هنا بتيجي الجملة السحرية دي في بالنا على طول، في بت. فاكرين لما قلنا من شوية إن بيتا دي كلمة كنز؟ أهو ده استخدام تاني ليها. في بيتا دي هي الطريقة الشيك والمؤدبة جدا عشان نطلب من حد يعيد اللي قاله. ببساطة كده معناها عفوا أو بتقول إيه. حلو قوي. بدأنا الحوار وعرفنا إزاي نخليه يكمل، يبقى لازم برضو نعرف إزاي ننهيه بشكل لطيف وودود. يلا بينا نشوف جمل الوداع. بدل ما نقول باي كده وخلاص، في تعبير ألماني ألطف بكتير وبيدي إحساس بالاهتمام، ماخسكوت. معناها الحرفي ممكن يكون غريب شوية، اعملها كويس، بس المقصود بيها طبعا هو خلي بالك من نفسك. طريقة ودودة جدا نقفل بيها أي كلام.